السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي الروحانية؟ ام جنى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي الكشف العاطفي او الطاقة العاطفية هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم بإذن الله. خدوها بشارة من العبد الشكورة لله، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. دخولكم على الفيديو ده مش صدفة، في علم الروحانيات، في إرشاد، في تحذير، في تنوير، في حاجة جايالك المفروض انك انت تسمعها. في حاجة كده بتناديك، هي اللي خلتك ضغطت على الفيديو ده وخلتك تعرف او وصلت لك الرسالة او جالك الفيديو ده. فيلا مع بعض كده نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزة اشوف طاقتكم وطاقة الحبيب وطاقة الطرف الثالث، وفي زي ما يكون كده حاجة هتدق بابك على فكرة بإذن الرحمن. وفي ناس هتقول لك طب يعني ايه؟ هنشوف كل حاجة هتظهر وهقول لكم انا كنت اقصد ايه دلوقتي بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم على سيدنا النبي الغالي. نشوف كده طاقة مين اللي هتنزل. انت يا صاحب الرسالة او يا صاحبة الرسالة لسه عندك زعل جامد قوي، بتبكي. انت مش متأثرة عادية، لا ده انت بتعيطي بقالك فترة. بتعيطي وبحرقة. يعني انا عايزه اقول لك الليل بيجي عليكي حبيبه قلبي. لا زعلانه، زعلانه، مش عايزه اقول شمعتك انطفت، لا. بصي يعني ان شاء الله عمر ابدا ما شمعتك تنطفي، بس انت حاسه ان حاجه يعني كانك بتقولي ايه، اتهزمت يا ام جنى، تعبت يا ام جنى، الشخص ده جرحني يا ام جنى. طبعا حبايب قلبي قراءه للرجل والمراه، قراءه للرجل والمراه. تمام. ثانيه واحده خليكم معايا اعيد لكم الشمعه دي عشان ان شاء الله حياتكم تنور كده باذن الله. وكأنك يا حبيبة قلبي ندمتي على العلاقة اللي انت كنت فيها مع الشخص ده. بتقولي لا، انا ما كانش ليا الانسان ده، لا لا، الشخص ده. بس شوفي بقى على اللي انت فيه ده، الا انك يا حبيبة قلبي وما تقوليش لا، لسه عندك مشاعر ليه بس غلط. شوفي حتى ما بقولك، بصي شوفي بيحصل ايه. لسه عندك مشاعر ليه غلط. الشخص ده اذاكي نفسيا. بصي كل ما احاول اعيدها تتطفى ازاي. الشخص ده اذاكي نفسيا، الشخص ده تعبك نفسيا، نتجنبها من الطاقه طالما هي يعني جات لك رساله صريحه كده. خلي بالك، يعني كأن الطاقه بترفض طاقتك دي، واخده بالك؟ كأن الرساله جايه بتقول لك لا، في عندك استني، انت ماشيه غلط، او انت ماشيه في طريق غلط. فاهمه؟ كأن الطاقة جاية بتقول لك استني، انت كده هتبرجلي نفسك، انت كده مش متوازنة، انت طاقتك مش متوازنة، طاقتك مش متوازنة. واستني شوف البطاقة اللي نزلت. ايوه، بصي يا قلبي، بصي انت عاملة ازاي في نفسك، بصي انت عايشة حياتك، ايوه، بس مش مستمتعة يا حبيبتي، مش مستمتعة، انت تايهة، انت شاردة. وزي ما بنوه تاني، قراءة للرجل والمرأة. ام، انت تايهة، انت شاردة، انتي انتي لا، من جواكي متأثرة جدا. وكأنك من جواكي يا حبيبة قلبي، حبيبة أم جنى، قاعدة منتظرة رجوع الشخص ده، قاعدة منتظرة الرجوع، قاعدة منتظرة. يا ترى هيحصل ايه؟ يا ترى هيسوي ايه؟ يا ترى الدنيا هتبقى عاملة ازاي؟ هنشوف كل حاجة برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، انتي بتقولي هنا انا كان بيني وبينه حب كبير قوي ما يتنساش، ايام حلوة ولحظات حلوة يا ام جنى، مش عارفة انساها ولا قادرة اتخطاها. يعني انتي بتقولي كده، وفعلا كان في بينكم حب كبير قوي، انا لسه ما شفتش طاقته. اصبري عليا، اصبري عليا يا حبيبتي، فهماني؟ انتوا فعلا كان في بينكم حب كبير قوي، الشخص ده كان بيحبك بجد. الشخص ده إيه، انا بقول كان ليه؟
عشان دي طاقتك انت، فاهمه؟ فاصبري وانا هقول لك الشخص ده لسه بيحبك ولا لا، او الشخص ده عنده مشاعر ليكي في اللحظه اللي انت فتحتي عليها الفيديو. طب انا ليه بقول لك في اللحظه اللي انت فتحتي عليها الفيديو؟ لان الطاقه ممكن تتغير بعد دقيقه. بمعنى هو ممكن يجي في اللحظه اللي انا فتحتي عليها الفيديو دي، سواء بقى انا هقول لك بقى انا مش عارفه لسه دلوقتي لسه ما شفتش بيحبك او ما بيحبكيش، دي طاقته ليكي هي. يعني الطاقه جايه لك كده، جايه لك في اللحظه دي. ممكن انت مثلا بتبقي قاعده ايوه انا بحبه قوي، انا نفسي فيه، انا مشتاقه له، ده وحشني، وفي لحظه افتكرتي له موقف ضايقك وزعلك، مثلا موقف الاخير، تقوم قايله ايه؟ انا مش عايز اشوف وشه والله. ايوه بتبقى من ورا قلبك بس دي طاقتك. فانا بقول لك الشخص ده هو كان عنده مشاعر ليكي، حبيبته ام جنى، انتي كنتي وفيه قوي معاه كنتي بتحبيه قوي وما زلتي بتحبيه، حبك ليه كبير. طيب انا عارفه ان انتي متشوقه ونفسك تعرفي هو بقى مشاعره ايه، بينيل ايه، بيسوي ايه. تعالي اشوف لك مشاعره ليكي كده في الفتره دي او وقت ما فتحتي على الفيديو. انا عايزاكي بس ايه ترددي اسمه في بالك، تمام؟ وشوفي لما البطاقات دي وقعت كده، بس انا مش حاسه ان عايزه اخدها. في بطاقات تنزل كده الاقيني ايه اقول لا هي دي اللي هاخدها، وفي بطاقات تانية اقول لك لا مش دي. إيه، بمشي باحساسي الروحاني يعني مش بالطاروت لوحده. هو في حسد كمان، في حسد في الطاقه دي، خلي بالكم. انت محسوده انت وهو، رحتوا فضحتي الدنيا انت وهو، اتكلمتي عن نفسك، بيحبني، بيموت فيا، بيعملني، بيخليني. باينه الطاقه دي اللي انا عايزاه الاستاذ او الاستاذه، طبعا سواء رجل او امراه، كان ندل معاكي قوي. هو اي نعم، اي نعم، هو عايز يبطل الندالة دي والوضع هيتغير، هيتغير إن شاء الله بإذن الله. بس هو ندل سابق. شوفي سابق وكان بيجري إزاي، كان عامل زي اللص اللي دخل سرق سرقته أو نهبته وضرب برشاط وجرى. فحبايب أم جنى، الإنسان أو الإنسانة دي كان صعب شوية معاكم، أذاكم نفسيا، لا جرحكم. وبعدين وهو بيمشي كان مستمتع بالطاقة دي، كان مستمتع بطاقة الرحيل. لكن اللي أنا شايفاه بإذن الله إنك انتي جايلك عوض كبير قوي، جايلك طاقة جميلة جدا جدا جدا، وفي احتمال كبير قوي إن الشخص ده يرجع لك. بس أنا هتأكد لك دلوقتي، هتأكد لك برضو بإذن الله. رددوا اسمه في بالكم حبايب أم جنى. ما تنسوش تنزلوا تعملوا اللايك، ما تنسوش تنزلوا تعملوا اللايك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوفوا كارت المقلوب ده، الشخص ده كان عنده حد في حياته مسيطر عليه، وهو بطبعه نرجسي شوية. طيب القراءة دي للمنفصلين زي ما احنا عارفين.
وفي طاقات كمان ظهرت رواعية في القراءة. تمام. طيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. الشخص ده آه، حد الشخص ده كان خايف يعني من رجعته بسبب حد ملا ودانه. مامته بقى، حد من معارفه أصدقائه، بس هو زي ما يكون يا حبايب قلبي ودانه اتملت. ودانه اتملت يعني ايه؟ ودانه اتملت يعني هو كان في وقت من الأوقات مش عارف إنه يتخطاه. في واحدة قوية أمر هنا، مش ليه حسها مامته أو مامتها قوتها. اعقلي أو اعقل، اعقل، فوق لنفسك. انت مش داري بنفسك انت ايه؟ ده انت 1000 واحدة تتمناك. ولعت الفتيل، كانت غيرانة منك قوي. الله أكبر، الله أكبر عزيز دايم. كانت غيرانة منك جدا، كانت غيرانة منك لدرجة انك انتي ما بقيتيش عارفة تتصرفي تعملي. انت كنتش عارفة على فكرة، كنتش حاسة ان في حد عمال بيدي حقن او بيدي ابر من تحت لتحت او ورا لورا كده، عشان يعني ايه؟ يعني يبعدوا عنك. لكن تعالي بقى بصي دلوقتي، هو عايز ايه؟ هو اصبح انسان مادي، او هو على فكرة كانت طاقته شخص مادي قوي. طيب حصل ايه؟ كالاتي: الشخص ده حاليا في الطاقة دي هو محير. يعني بيحصل ايه؟ انا شايفة هنا ان الشخص ده سابك عشان حد. ما سابكيش كده، الشخص ده سابك عشان حد، او عشان اغراضه الدنيئة المالية. بس هو عمل معاكي حركة نادلة قوي قوي. ايه هي؟ إيه؟ خلى نفسه كده في وسط العلاقة حبايب ام جنى، وسلت نفسه. سلت نفسه دي يعني ممكن حد ما يفهمهاش كده، بس هو يعني ايه؟ يعني بعد نفسه، اخد بعضه كده من سكات وقال سلام عليكم. فاهمة؟ فالشخص ده انتي المفروض تكوني فاهمة حاجة، تكوني فاهمة ان الشخص ده ملوش امان. بس انا شايفة هنا طاقته بتقولي حاجة، بتقولي انه ابتدى يسترجع ذكرياتك. بتيجي عليه لحظات بيحن ليكي الأستاذ، بتيجي عليه لحظات بيندم. استني بقى عشان أنا ما كنتش ناوية أخد البطاقة اللي بعدها وجات لي. بيندم على معرفته بالطرف الثالث. واخده بالك من الموضوع ده؟ طيب، اللي أنا ما كنتش عايزة أخدها البطاقة دي، طاقتك مع الشخص ده في الفترة الجاية هتتحسن قوي. يعني هو تعرفي كده بيصفي نفسه بنفسه. هو الأول شخص قلبه غبي شوية، من النوع اللي ما بينساش القاسية وما بينساش الحاجة اللي انت زعلتيه فيها أو الشيء اللي انت زعلتيه فيه. بس هو هيحصل كالآتي بإذن رب العالمين. هيحصل ايه؟ هو كان زعلان منك في حاجة، أو الوضع اللي انتوا اختلفتوا عليه في الآخر. هيعمل ايه بقى؟ شفتي كده بالظبط لما تجيبي كوباية مية مش نظيفة وكوباية مية نظيفة وتقعدي تدلقي في دي، فتفضل العقارة دي أو الحاجة اللي مش نظيفة تنزل تنزل. أهو عمال بيصفي نفسه كده، هو عمال الشخص ده عمال بيصفي نفسه، بس في نفس الوقت بيسترجع ذكرياتك. ما تيجي كده نشوف يسترجع ذكرياتك يقولي. بس أنا حاسة بحاجة هنا، إن الشخص ده وقع في مشكلة مع اللي هي معاه، مع الطرف الثالث. وقع في مشكلة معاه. اه، 3 of swords. اه، وقع في مشكلة معاه، ندم
وبيندم على حبك. هنا اهو، بيندم على حبك. حقيقي الشخص ده يستاهل اللي انتي بتعمليه فيه دلوقتي. يستاهل. طيب تعالي نشوف كده من ايه، من الكتاب الروحاني، اخد لك كده الرسالة برضو. بيقول لك هسيب كل حاجة وهبعد لاني خايف اظلمك. وبيتلكك، خلي بالك، هو بيتلكك، هو بيجيبها فيكي لاني انا حاسه بنيته ملعبكه هنا. بصي اهو، انا حاسه بنيته ملعبكه، يعني هو عايز يرجع، بس خلي بالك مش سهل لئيم، يعني عايز يرجع بشروطه بس من غير ما يحسسك ان هو مشترط عليكي. وصلت لكم حبايب ام جنى؟ وصلت لكم الفكره؟ هو عايز يرجع بس ما تبقيش مفكره ان انا برجع وبلوي دراعك مثلا، لا. او ان انا مثلا هرجع بس مش هرتبط بيكي زي ما انت عايزه، لا. انا هرجع بس يعني ايه، بطريقه اخليكي انت بيها تبقي مرضيه ورايقه، بس برضو مش هنفذ اللي في دماغك. مستفز. طيب تعالي نشوف بيفكر في ايه تاني. زي ما انا كنت متوقعه، بس هقول لكم التاني برضو. انتوا الاول حصل ما بينكم مشكله كبيره، مشكله فيها يعني عارفين، جرحتوا بعض. ومش لازم بالكلام على فكره، انتوا ممكن تكونوا جرحتوا بعض إيه، او الشخص ده انكشف قدامك قوي، يعني طاقته انكشفت قدامك قوي. فاهمه؟ ظهر على هيئته قدامك. في حد منكم، مش الكل، زعقتوا لبعض، اتخانقتوا. انا شايفه ان الشخص ده هو عايز يعني ايه، يجيلك بس من غير ما تاخدي منه لا حق ولا باطل. شايفه؟ ارجع لك بس بدون خسائر. من الاخر كده عايز يستعبطك، عايز يستعبطك، وعينه عليكي ومستخسرك. هو عارف ان انتي حد كويس، ما فيهاش كلام، واثق قوي ان انتي حد كويس، ده واثق 1,000,000% ان انتي شخص كويس، بس مش عايز، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مش عايز يخسر حاجة. عايز يبقى انتي في ايده و... وشغله في ايده، والطرف التاني في ايده، وده في ايده، وده في ايده، وده في ايده، وده في ايده. وبعدين بقى هو جايلك بايه؟ بيقول ايه هنا؟ انتي بتحبني قوي، مش هتقدر تستغنى عني. اهو، بصي بتحبني قوي، فانا ايه، اخدها في حضني كده واسرح بيها بكلمتين حلوين كده، لطف لزاز كده، طعمين كده، عسلات، ان شاء الله في التليفون كده، وهي مش هتقدر تسيبني، او على الاقل هتراجع نفسها، على الاقل هتراجع نفسها. يعني حتى لو انتي مثلا هتدي ظهرك للعلاقه، لا، هترجعي تبصي تاني. وخلي بالك، هو يعني ان شاء الله باذن الرحمن هيبقى في رجوع على فكره. هو عينه عليكي، هو مش قادر ينساكي تحديدا، مش قادر ينساكي، بس هو مش قادر ياخد الخطوه حاليا. ليه؟ لانه هو حاسس،
أهو بُصّي برضه تاني هو واقف في مكانه هنا أهو، فاهمة؟ ليه؟ لإن هو حاسس إن هو كده بي بيكشف نَفْسه قدّامِك، هو كده بيتكشف قدّامِك، فاهمة؟ هو كده بيتكشف قدّامِك، بس هو هيلعب عليكِ بقى لعبة دنيئة شوية، هيقول لِك زي ما أنتِ ضحية أنا كنت ضحية وأنا آخر، بس إن شاء الله وبإذن الله حبايب قلبي أنتم هتفهموا. فيا حبيبة قلبي هو هييجي لِك راسم لِك فيها دور الضحية، أنا كمان اتظلمت في العلاقة دي، أنتِ ظلمتيني، بُصّي من الآخر كده هيقلب الترابيزة عليكِ، فأنتِ كوني مستعدة لحركة زي دي. حبايب قلبي بكده رسالة النهاردة تكون انتهت، شكرًا ليكم حبايب أم جنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.